رغم كل اللي اتقدم من عبد الله السعيد النهاية ما كانتش مثالية للاعب بحجم عبد الله السعيد. مشاكل كتير قوي وخلافات، وملف التجديد شعر بعدم التقدير من النادي اللي صنع في تاريخه علشان يعمل غلطة هو نفسه ما كانش متخيل انه يعملها. بسبب الضغط وعدم التقدير يروح يوقع للزمالك في موسم 2018 دون علم إدارة الأهلي، علشان بعدها يتراجع عبد الله السعيد ويعود للتجديد للأهلي، فالمجلس أكيد هيعاقبه ويفرض عليه انه مش هيتجدد بعد ما كان نجم من نجوم الفريق، والأهلي يعمل شرط يمكن من أصعب الشروط اللي اتحط فيها لاعب كرة قدم مصري، واللي بعد ما راح فريق كومبيون الفنلندي على سبيل الإعارة، فالأهلي بقى عايز يبيعه ويفعل البند ويبيعه لأهل جدة السعودي. هنا يحصل المشكلة الأكبر، والبند ده بيمنعه من الانضمام لأي فريق مصري طول مدة التعاقد، وإلا هيدفع 2 مليون دولار شرط جزائي للأهلي المصري، عشان بعدها السعيد يفسخ عقده مع النادي السعودي بالتراضي وينضم لنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، مما أدى لأزمة قانونية طويلة بينه وبين الأهلي حول قيمة الشرط الجزائي. وبدأ فصل جديد مع بيراميدز عبد